السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة الفراخ المقرمشة. جبنا طماطم وبشرناها وحطينا عليها فلفل أسمر وكركم وشوية خل وشوية زيت، وهنقلب الخليط ده كله مع بعضه. بعد كده احنا طبعا غاسلين الفراخ وعاملين فيها فتحات. هنبدأ بقى ناخد الفراخ ونخلط عليها الخلطة اللي احنا عملناها دي، وندعك الفراخ كويس. او خلاص كده دعكنا كل الفراخ وحضرناها. هنبدأ بقى بعد كده نشوحها على البوتاجاز. حضرنا حلة كده وحطينا الفراخ فيها واديناها صدمة. بعد كده زودنا عليها شوية مية، وهنحط الملح بتاعنا. بعد كده هنسلقها نص سلقة. بعد كده نحضر طبقين. هنحط في الطبقين شوية دقيق ومعلقة بيكنج باودر وملح وفلفل أسمر وشوية كاري أو كركم. وهنحط بدل اللبن هنحط شوية شوربة من الشوربة اللي موجودة عندنا، اللي ناتجة من تسوية الفراخ عشان تطعم لنا الفراخ كويس. هنبدأ بقى بعد كده ناخد الفراخ ونحطها في الخليط اللي احنا عجناه، وهنطلعها من الخليط ده، نحطها في الطبق التاني اللي هو كان نفس المكونات. حاطين الدقيق مع البيكنج باودر مع الملح مع الفلفل الأسمر مع شوية الكركم. هنبدأ بقى نحطه في نقليه. وادي كده ادي